تعالوا نحضّر مع بعض بطاطس محشية كده هتنفعنا في رمضان، في الفطار أو في السحور، ولو عندِك عزومة عايزة تزوّدي أكلاتِك أو عايزة تحطّي صنف جديد أو طبق جانبي يكون مش مكلِّف وسهل وبسيط وطعمه حلو كمان، جرّبي الوصفة دي. هتجيبي بطاطس مهروسة اهرسيها كويس جدًا، بعد كده حطّي عليها ملح وفلفل وتوابل وكركم عشان يدّينا لون حلو، ومعلقتين كبار من النشا واعجنيها كويس لحد أمّا تبقى متماسكة كده في إيدِك وتقدري تشكّليها. بعد كده هتحشيها بأي حشوات، أنا هنا حشيت جبنة رومي ولانشون، تقدري تحطّي جبنة موتزاريلا، تقدري تحطّي لحمة مفرومة، تقدري تحطّي بسطرمة، تقدري تحطّي سجق، أي حشوة عندِك هتبقى حلوة جدًا مع البطاطس، وكوّريها كويس جدًا ودخّليها الفريزر تتجمد، بعد ما تتجمد طلّعيها حطّيها في طبق كده يكون فيه بيضة وحبّة لبن وملح وفلفل، اضربيهم كويس، حطّي فيه البطاطس، بعد كده من البيض واللبن على البقسماط، ودخّليها بقى الفريزر وفرّزيها على كده، وأول ما تيجي بقى تستخدميها تطلّعي على حسب استخدامِك وطلّعيها وهي مجمدة اقليها في الزيت، وهيبقى معاكِ أحلى طبق جانبي في الدنيا، جرّبوه إن شاء الله هيعجبكم. لايك وشير واشتراك في القناة قبل ما تخرجوا